بص لنفسك في المراية لحظة، هتلاقي مودك متقلب، طاقتك ضعيفة جدا، بتروح الجيم بترفع أوزان العيل الصغير بيرفعها، وطبعا فاكر ان كوبايه القهوه هي اللي هتحل لك المشكله. الحقيقه انت مش محتاج كافيين، انت محتاج هرمون الرجوله. في عز التوتر والقلق اللي احنا بنعيشه كل يوم، بننسى اهم محرك ليك كراجل، وهو التستوستيرون. الهرمون ده مش بس عشان العضلات والجيم، الهرمون ده كويس جدا لانه هو اللي بيديك الثقة والدافع ان انت تكمل، وطبعا هو اللي بيحرق دهونك وبيخلي جسمك يتعافى. انا طبعا مش جاي النهارده عشان اكلمك زي فيديوهات التوعية او تطوير الذات، لا انا جاي اكلمك بمبدأ علمي بحت. هقول لك تعمل ايه بالظبط عشان تعلي هرمونك طبيعي 100%. وطبعا عشان نصلح حاجة لازم نعرف هو بيتفرز ازاي او بيطلع ازاي. التستوستيرون بيتفرز بشكل رئيسي من الخصيتين، والجسم طبعا بينظمه عن طريق مايسترو في المخ وهو الغدة النخامية. طيب يا كوتش عمارة، ايه المشكلة هنا؟ المشكلة هنا ان ده سيستم حساس جدا. لو اكلك كله زيوت مهدرجة او ما بتنامش واكلك كله بايظ، السيستم ده طبعا بيقفل، وساعتها طبعا لو شربت قهوة العالم كله هتفضل حاسس ان انت مستنزف. طيب اهم حاجة شيل تقيل. جسمك لما بيحس ان انت بتشيل تقيل هيبدأ يفرز هرمون الذكورة بشكل طبيعي، لانك انت كده يا بطل بتبعت اشارة لجسمك بتقول له انا عايز عضلات اقوى عشان اواكب الحمل ده، ويقوم رادد عليك بجرعة هرمونات عشان يكيف جسمك على الحمل التدريبي الزيادة ده. طيب يا بطل تتمرن ايه؟ ركز على التمارين اللي هي المركبه زي السكوات والديد ليفت والبنج بريس والعقله. ليه؟ لان تشغيل عضلات كتيره او عضلات كبيره ده مجهود عصبي جبار، فيخلي جسمك يدي رد فعل هرموني اعنف. العلم بيقول المقاومه بوزن اكبر بيعلي هرمون التستوستيرون لحظيا، ومع الوقت بيخلي مستقبلات الهرمون حساسه وبتوصل بسرعه اكبر. الخلاصة بلاش الوزن الخفيف وما تتمرنش عدات كتير، خلي تمرينك يكون موزون بين الوزن التقيل والعدات المتوسطة، لأن يا باشا جسمك مش هيتطور غير لما يلاقي وزن إضافي أو وزن زيادة داخل عليه. نيجي بقى للنقطة اللي بتبين الفرق بين راجل طاقته جبارة وراجل همدان وتعبان. النوم، ما تستهونش بالنوم، لأن النوم هو أساس هرمون الذكورة أو التستوستيرون. اغلب انتاج الهرمون في وقت النوم. عارف يعني ايه ان انت تنام 5 ساعات بس على مدار الاسبوع؟ حرفيا انت كده قللت هرموناتك بنسبة 15 او 10%. انت متخيل الارقام دي؟ نسبة تخلي شاب في العشرين كأنه عنده 50 سنة. طيب يا كابتن نعمل ايه؟ هديك الخلاصة. اول حاجة تنام من 7 ل 8 ساعات. تاني حاجة أوضتك لازم تكون ضلمة كحل، لأن النور ده بيبوظ نومك العميق. تالت حاجة الموبايل لازم يتركن بعيد عنك قبل النوم على الأقل بساعة. آخر حاجة طبعا ثبت مواعيدك. الجسم بيعشق النظام، كل ما تديله نظام كل ما تلاقي مستوياتك في الهرمونات بتبدأ تتفرز بشكل طبيعي وأحسن. وفي نقطة برضو عايز أعرفها لك، مفيش استشفاء، مفيش هرمونات، مفيش عضلات. ونقطة كمان يا صديقي، أول ما تصحى من النوم حاول تنزل في الشارع. ليه؟ شمس الصبح دي شمس فيتامين د جبار، دي من أساسيات إفراز الهرمون أصلا. الدراسات أثبتت إن ضعف فيتامين د بيساوي ضعف في هرمون التستوستيرون برضه يا صديقي. من 10 ل 20 دقيقة في الشمس. حاول تكون من غير ما تمسك التليفون ومن غير نظارة شمس، انزل وخلي جسمك يمتص الكتلة الجبارة دي من فيتامين د. في خرافة هكلمك فيها بتقول ان الدهون بعبع لهرمون التستوستيرون، بس دي غلط. الحقيقة ان التستوستيرون بيتصنع اصلا من الكوليسترول، يعني لو مشيت على نظام غذائي زيرو دهون انت كده بتقطع المادة الخام اللي هتصنع لك اصلا هرمون التستوستيرون. طيب يا كوتش ناكل ايه؟ دخل في يومك بيض مسلوق، مكسرات، سلمون، وفي فيتامينين مهمين جدا، الزنك والمغنيسيوم. الزنك موجود في اللحمه الحمراء واللب الابيض، والمغنيسيوم موجود في السبانخ والشوكولاته الدارك. خليك حاطط في دماغك دايما مفيش مواد للبناء، مفيش تستوستيرون. وخليك حاطط في دماغك يا صديقي ان عدو الرجوله او هرمون الذكوره
هو التوتر. هرمون الكورتيزول بيلعب دور كبير جدا في ان هو يقلل هرمون التستوستيرون بشكل كبير جدا. هما الاثنين هتلاقيهم عاملين زي المرجيحه، واحد يعلى هتلاقي التاني بيقل جدا، واحد هتلاقيه قل هتلاقي التاني عالي. فانت لو جيت مثلا طول يومك متوتر في الشغل، او قاعد عمال تفكر طول اليوم، او هلكت نفسك في التمرين بشكل عالي، اعرف ان هرمون الكورتيزول بيزيد او بيعلى، فهتلاقي هرمون التستوستيرون بيبدأ يقل بشكل طبيعي، واحنا النقطة دي مش عايزينها طبعا يا صديقي. هقول لك على نقطة عشان تظبط هرمون الكورتيزول ده. حاول تفصل في يومك ب10 دقايق مثلا، ان انت تتنفس بعمق، تخرج نفسك لمدة 10 دقايق، أو تتمشى لوحدك من غير تليفون من غير أي حد، وتتمشى مع نفسك وتصفي ذهنك وتروق بالك. لأنك طبعا لما تهدي جهازك العصبي هرموناتك هترجع تتظبط بشكل طبيعي. بص يا صديقي، في حاجات انت لو عملتها بتبوظ كل اللي احنا عملناه ده. أول حاجة العجز السعرات المزمن، يعني انت عامل عجز سعرات بطريقة مزمنة، لانك انت كده يا صديقي بتبعت لجسمك اشاره ان جسمك في حرب مزمن. فعلى طول اول حاجه بيتاثر عليها في الموضوع ده هي هرموناتك. الكارديو السريع لوقت كبير بيحرق هرموناتك. الناس اللي بيشربوا كحوليات، والسهر، انك تسهر اصلا لحد الساعه 3 و4 الفجر، انت كده بتبوظ هرمونك. نيجي بقى لاخر نقطه عشان نختم بيها الفيديو. تظبيط هرموناتك مش بحقنه وبتاع، انت عايز طبعا تظبط هرموناتك طبيعي بشكل طبيعي. عشان تظبطها محتاج من 4 اسابيع لشهر ونص مثلا من الالتزام طبعا على الانظمه اللي انا لسه قايل لك عليها في الفيديو دي. وطبعا لازم تعرف ان التستوستيرون ده مجرد هرمون بتحس بيه، بتحس بنشاط، بتحس بقوه، بتحس باداء افضل في التمرين. الانضباط طبعا هو اللي هيرجع لك الهرمون ده. حاول ما تدورش على طرق مختصرة لأنها مش هتفيدك، دور على الطرق الفعالة والتزم، هتوصل للي انت عايزه. وطبعا لو وصلت لهنا ما تنساش السبسكرايب واللايك، وسهلة مش محتاجة فزلكة. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.